لو تفتكروا في الفيديو اللي فات عن لعبه بروتوتايب الجزء الاولاني كنت وعدتكم ان احنا هنتكلم عن الجزء الثاني اللي انا وعدتكم فيه بتغيير كبير ووعدتكم فيه باداء احسن وحاجات تانية كتير اجمل بكتير من الجزء الاولاني، وهذا لا ينقص من جمال الجزء الاولاني في شيء. انا انصح اي حد ما اتفرجش على الفيديو يروح يتفرج على الفيديو بتاع الجزء الاولاني الاول، لان قصه الجزء الثاني مرتبطه جدا بالجزء الاولاني. بالنسبه للجزء الثاني فاحنا هنلعب بشخصيه جديده تماما، شخصيه لسه اول مره نشوفها في السلسله دي. احنا ما شفناش غير في الجزء الاولاني غير شخصيه اليكس ميرسر، كانت الشخصيه الرئيسيه اللي دارت حواليها كل احداث الجزء الاول. اما بقى الجزء الثاني فاحنا عندنا بطل جديد للقصه، عندنا شخص جديد هنتعرف عليه وهو جيمس هيلر. باختصار كده عشان طبعا برضو ما احرقش عليكم قصه الجزء الثاني، هو كمان جيمس هيلر كان فرد في الجيش الامريكي او في القوات الخاصه الامريكيه. حصلت عنده بعض الظروف العائليه بسبب احداث الجزء الاولاني ادت الى ان مراته وبنته ماتوا، فهو بشكل مبدئي كان فاكر ان اليكس ميرسر هو اللي تسبب في ان مراته وبنته يتقتلوا، لان الشركه اعلنت ان اليكس ميرسر بطل الجزء الاولاني هو السبب في انتشار الفيروس اللي قتل مراته وبنته. فهو في رحله انتقام بناء على طلبه هو زي ما هو مكتوب كده، طلب ان هو يتنقل للمنطقه او للمنهاتن، المدينه اللي دايره فيها احداث الجزء الاولاني واللي فيها اليكس ميرسر والامراض وكل حاجه. القصه بتمشي معانا وصدقوني للي ما لعبش الجزء ده اخر القصه دي في تويست تحفه، في تويست اسطوري. احنا هنا الاول الجزء الثاني بيقدم شخصيه جيمس هيلر بشكل جميل جدا، بيقدم اليكس ميرسر بطريقه اجمل بكتير من اللي اتقدمت فيها في الجزء الاول. انا كنت من المعجبين باليكس ميرسر في الجزء الثاني اكتر من الجزء الاول، لانه هو فعلا اتقدم بقوه غريبه وبشكل غريب، حاجه كانت فعلا جميله. واليكس ميرسر في الجزء ده ليه هدف مختلف تماما عن الهدف اللي كان في الجزء الاول. هيعجبك جدا، هيعجبك جدا. زي ما احنا شايفين في المشهد هو يهدف الى منطقه مختلفه خالص او حاجه مختلفه خالص عن اللي هو عملها في الجزء الاول. عشان ما احرقش عليكم القصه، برضه في تويست جميل جدا في اخر القصه. اتمنى وانصح اي حد ما لعبش اللعبه دي لازم يلعبها ويعيش القصه بتاعتها، واللي لعبها لعبها تاني عادي. انا قفلتها بدل مره 2 و3 زي الجزء الاولاني برضه. بالنسبه لاسلوب اللعب في الجزء الثاني عندنا، فاسلوب اللعب لا يختلف كثيرا عن الجزء الاول، مع شويه تطويرات وشويه حاجات كده هنتكلم عليها مع الوقت. نيجي بقى نتكلم المره دي عن اسلوب اللعب في الجزء الثاني. هو لا يختلف كثيرا عن اسلوب الجزء الاول مع شويه تطويرات محترمه. اولا القدرات الخارقه كتير جدا اللي كانت في الجزء الاول قلت، بقت هم شويه قدرات. واحلى حاجه حصلت في الجزء الثاني فكره تخصيص قدرتين في نفس الوقت، انك كده تقدر تشغل حاجه مع حاجه، كل حاجه فيهم ليها زرار ومع بعضيهم بيعملوا كومبوز جميله جدا. طبعا اسلوب القتال في الجزء الاول كان اسلوب كويس وكان ناجح جدا، ده اللي خلاهم يعتمدوا عليه كتير في الجزء الثاني مع تطويرات للاحسن. من احسن ومن اهم التطويرات دي طبعا اول حاجه قلناها كانت القدرات اللي اقل بس كانت احلى. الحاجه الثانيه الدوج. الجزء الاولاني ما كانش فيه دوج، انت لما بتتضرب يا تهرب يا تستخبى يا تعمل اي حاجه. لا هنا انت بتقدر تدوج الحد اللي بيضرب عليك او الوحش اللي بيضرب عليك، ممكن تدوج او تتفاداه بشكل عامل زي العاب السولز شويه، ودي حاجه جميله جدا كنت انا مفتقدها فعلا في الجزء الاول. انا كنت بلعب في الجزء الاول عمال ادور على الدوج، انا ناسي ان الجزء الاول ما كانش فيه دوج، فهو فعلا انا كنت بدور على الدوج فيه مش لاقيه، لكن الجزء الثاني الدوج فيه موجود وصريح وليه تدريب كمان بتنفذه. من الحاجات الجميله جدا في اسلوب اللعب في الجزء الثاني، انا كنت كلمتكم في الجزء الاول عن فكره الستيلث مود، وانك انت ازاي تقدر تنفذ عمليات او مهمات من غير ما حد يشوفك ولا حد ياخد باله منك. الستيلث بقى في الجزء الثاني رايح في حته تانية خالص. ستيلث كما قال الكتاب، انت تقدر تخش وتعرف العدو اللي انت عايز تتقمصه او تمتصه عشان تاخد شكله ده مستخبي ولا باين، في حد شايفه ممكن تمتصه بسرعه من غير ما حد ياخد باله، ولا لو امتصته هياخدوا بالهم منك. حتى لما انت بتخش على عدو مش باين او ما حدش واخد باله منه، في اسلوب امتصاص مختلف عن انك انت لما تمسك عدو تاني تحاول تعمل له كونسيوم. فالستيلث هنا في الجزء ده رايح في حته تانية مختلفه تماما. حقيقي كان اسلوب ستيلث جميل خفيف مش تقيل، مش زي الالعاب اللي احنا عارفينها بقى اللي هو لازم تستخبى وما يطلعش صوت. لا 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 لا، الموضوع هنا اسهل وابسط، بس بيدي متعه رهيبه وبيدي اسلوب لعب مختلف تماما. انت ممكن تدخل تخلص ميشن كامله من غير ما حد يحس بيك عادي. الشخصيات الجانبيه في الجزء ده، احنا كنا اتكلمنا عن الشخصيات الجانبيه في الجزء اللي فات، لا الشخصيات الجانبيه في الجزء ده رايحه في حته احلى بكتير، في مشاعر اكتر، في قصص اكتر، في ناس كانت كويسه وبقت وحشه او العكس صحيح، في ناس بقى كانت وحشه وعملت اخطاء بتحاول تكفر عنها وانت عارف، وبيديك نبذات بسيطه كده اثناء القصه عن ده كان ايه وبقى ايه او عمل الحاجه الفلانيه دي ليه. لا بيعيشك جو القصه وجو الشخصيه اللي انت بتتعامل معاها بشكل كامل، بشكل محترم وشكل احترافي. انت بترتبط اساسا بالشخصيات الجانبيه. في شخصيتين مهمين جدا 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 في الجزء ده، هحرق لكم حته كده بصراحه عشان انا عايز احمسكم ليها. ان في شخصيه هتتعاون معاك في الجزء ده هي اخت اليكس ميرسر نفسه بطل الجزء الاول. يا رب ما اكونش حرقت لكم كتير كده في الحته دي، بس الحته دي كانت جميله جدا حقيقي، ومن الحاجات اللي لفت لفته وانتباه جميل جدا في الجزء ده. بالنسبه لبطل اللعبه بتاعتنا اللي هو جيمس هيلر، على اختلاف وعلى النقيض تماما من اليكس ميرسر في الجزء الاولاني وفي الجزء الثاني، فهو شخص كان فرد في الجيش، شخص عنده اخلاقه كويسه، شخص متدين على حسب ما القصه بتشرح شويه، شخص عنده مبادئ وهدف وطموح، وده اللي هيساعده على فكره في القصه بتاعت الجزء الثاني. مبادئه وطموحه هي اللي هتمنعه من ان هو يتحول في حته ثانيه خالص
هتفهم الكلام ده في سياق القصه لو انت لعبتها، او لو انت لعبت اللعبه قبل كده هتبقى فاهم كويس انا اقصد ايه. هو النقيض تماما من اليكس ميرسر. لا ده شخص كان كويس وكان فرد في الجيش عنده مبادئ، هو اصلا رايح ينتقم، عايز ينتقم لمراته وبنته الى اخره. لا هو شخص فعلا عنده مبادئ في الجزء ده، وشخص بيحاول يعمل حاجه كويسه. وبخصوص الموضوع ده لازم طبعا بقى نتكلم عن الاخلاق والكلام ده كله في اللعبه. طبعا برضو الجزء ده بيأكد على انتهاك الشركات للحقوق المدنيه، وان هم بيرتكبوا افعال بشعه في مقابل مصلحتهم الشخصيه، سواء في الوصول الى الثروه او السلطه والقوه. في مشهد من مشاهد اللعبه عشان برضو يكرهك في الشركه وينقل لك مشاعر ضخمه ضد الناس اللي في الشركه، ان هم جايبين ان في تجربه بيعملوها، بيطلقوا وحوش على مدنيين، بيفتحوا الباب كده ويطلقوا وحوش عشان بيعملوا تجربه معينه، عايزين مش عارف يطوروا وحش بقى ولا بيغذوه ولا بيعملوا فيه ايه. فلا الجزء ده بيأكد برضو على انتهاك الشركه دي لحقوق الناس، وان هي بتعمل ابشع حاجه ممكن تتخيلها، وبالنسبه لها الكلام ده عادي تمام صباح الفل يعني. وده ينقلنا للدمويه في اللعبه دي. الدم في اللعبه دي يمكن يكون اقل شويه من الجزء اللي فات، وده حاجه انا شايف انها كويسه. الدم في الجزء اللي فات كان كتير، كان الموضوع رخم شويتين ثلاثه، لكن لا في اللعبه دي الدمويه اهدى شويه، بس بشكل برضه يشبع الرغبه اللي عندك في لعبه اكشن زي اللي انت بتلعبها دي مثلا. يعني عايز تقطع وتشرح هتقطع وتشرح زي الفل، لكن مناظر الدم ومشاهد الدم يعني اقل شويه وارحم شويه، لكن برضه بالشكل اللي ما يدمرش اسلوب القصه، بشكل محترم وشكل جميل جدا. بالنسبه بقى للسوداويه اللي في القصه دي، فقصه اللعبه المره دي فيها شويه سوداويه برضو الى حد ما كويسه جدا. السوداويه انت بتتفاعل بمشاعرك مع اللعبه ومع شخصيات اللعبه ضد الناس الشريره او الناس اللي انت نفسك تفرتكها في الجزء ده، ولكن برضو بسبب التويست اللي موجود في اخر اللعبه هتكتشف ان في ناس مش وحشه كنت فاكرها وحشه، وفي ناس كنت فاكرها حلوه بقت وحشه. لا في تويست جميل في اخر اللعبه دي بيقلب حتى السواد اللي في القصه، يخليك اللي هو ما انا كنت بعمل ايه طول اللعبه ازاي؟ طيب ده انا كان بيتلعب بيا ولا كان بيضحك عليا ولا ايه الحكايه؟ ننتقل بقى لحته مهمه في الجزء ده وهي الجرافيك. الجزء ده يا جماعه اتصرف على الجرافيك بتاعه تقريبا قد اللي اتصرف على اللعبه اللي فاتت كله. لا الجرافيك رايح في مكان تاني، في شويه انعكاسات. طبعا اللعبه دي من زمن تقريبا قبل الري تريسنج والكلام ده كله، لكن لا في انعكاسات جميله. يعني مثلا لبس جيمس هيلر في بالليل مثلا في مكان فيه اضاءه ما بيعكسش الضوء، حاجه زي جاكيت جينز كده او حاجه ما بيعكسش الضوء. لكن لو انا قلبت على الشخصيه الثانيه اللي هو متقمصها في الوقت ده مثلا، فهي كانت لابسه درع الى حد ما يعتبر معدني، فكان بيعكس الاضواء. كان مشهد جميل جدا انا اتفاجئت بيها. حتى في مره وانا بجري على مبنى كده لقيت ان في انعكاسات للمباني على مرايات المباني بتتحرك معاك واقعيه. في جرافيك في اللعبه دي جميل. الجرافيك حتى منقول لمستوى تاني، لان خلي بالك ان اللعبه دي في 2012 مش في 2009 زي الجزء اللي فات، فالجرافيك انتقل في حته كانت حلوه قوي، اتصرف عليه كتير جدا في اللعبه دي. الجرافيك كان فعلا تحفه، كل حاجه، المدينه حيه، الشخصيات الجانبيه بتشتغل معاك كويس، التفاصيل في اللعبه ممتازه. اللعبه خلي بالك متطلباتها مش تقيله برضه، لان احنا اتكلمنا ان هي قديمه، اللعبه تشتغل على اضعف حاجه مفيش مشكله، بس لا يعني الجرافيك بتاع اللعبه كان محترم، يخليك تسال سؤال مهم: هو احنا في 2012 كنا في الجرافيك ده؟ احنا النهارده في حاجات فيها جرافيك كويسه، بس كان المفروض نوصل لاضعاف اللي احنا كنا فيه. ده يرجع طبعا سياسه شركات وشويه حاجات كده، بفكر اعمل عنها فيديو قريب ان شاء الله هيعجبكم جدا. بعد ما تخلص وتختم اللعبه دي هتكتشف وانت مثلا في المنيو ان في حاجه جديده فتحت لك، اللي هي المحتوى الاضافي او الاد اونز اللي في اللعبه. المحتوى ده انا عايز اقول لك جميل لدرجه ان هو بيديك مهمات جديده. في حته عجبتني فيه قوي، لان انا برضو من محبين اليكس ميرسر في البدايه، لان انا حبيت الجزء الاول لقيت ان انا ممكن البس لبس اليكس ميرسر او العب بشخصيه اليكس ميرسر بنفس القدرات بتاعت جيمس هيلر، هو سكن عشان يبقى احنا متفقين. في شويه سكنات كانت جميله في اللعبه للحقيقه، ده كان موجود في المحتوى الاضافي، غير المهمات الجانبيه، غير فيديوهات انت ما شفتهاش في اللعبه بتزود لك قصه وحلاوه اللعبه، ممكن تفهمك حاجات انت ما كنتش فاهمها. في النهايه لعبه بروتوتايب 2 كان مشروع كويس جدا وكان جميل جدا. احنا فعلا انتظرنا الجزء الثالث منها وطلع عنه اشاعات كتير وطلعت له تريلرات كتيره، بس للاسف ما فيش اي حاجه من ناحيه اكتيفيجن او من ناحيه راديكال ستوديو بتاكد وجود الجزء الثالث، برغم ان في بعض الفانز على مواقع عملوا عريضه بطلب ان هم يعملوا جزء ثالث للعبه. فللاسف بروتوتايب من الحصريات اللي اكتيفيجن قفلتها عشان تبتلينا بحاجات ثانيه ما يعلم بها الا ربنا. في نهايه الفيديو انا مستني رايك في الكومنتات، وعايزك تقترح عليا حاجات ثانيه قديمه، لان انا بالصدفه كده بفتكر الحاجات اللي انا بحبها ونفسي اتكلم عنها من زمان. لو انت في دماغك حاجه او تعرف حاجه اقترحها عليا ونتكلم عنها لو هي تستحق، او اقترح عليا حاجات نجربها مع بعضنا ونتكلم عنها. في النهايه متشكر جدا ان انت طبعا سمعت معايا الفيديو لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.